من مدينة السليمانية. مرحبا مشاهدي قناة أورينت 360 الأحبة. اليوم راح نقصد المتحف الأثري المهم في المدينة والكائن في شارع سالم، وحنخوض رحلة تاريخية شيقة. هاي الجدارية في واجهة المتحف كنا قد زرناها في موقعها الأثر الأصلي في دولي غاوران أثناء رحلتنا إلى قرداغ، وهي للملك اللولوي آنو بانيني، أو يقال إنه للملك الأكدي نيرام سين. الدخول للمتحف مجاني للمواطنين والسياح الأجانب أيضا. بداية بهذا الديلاب تخلي كل أغراضك وتخلي المفتاح وياك. هاي الخريطة توضح لك أهم المناطق الأثرية في كردستان والعراق أو بلاد ميزوبوتاميا، وتلاحظ انتشارها على طول نهري دجلة والفرات. نتوجه إلى داخل قاعة المتحف وحتشوف هاي الجدارية المثبتة في استقبالك، وهي تصور اكتشاف أثري مهم في قمة جبل بيرا مقرون، وهي تعود إلى أعوام 700 إلى 500 قبل الميلاد. من خلال هذا الكهف المصطنع تدخل إلى القاعة الرئيسية. الممر يحسسك بأنك تخطو نحو التاريخ فعلا، وخاصة بوجود الأصوات المحاكية لأجواء الكهوف في داخلها. يعتبر هذا المتحف ثاني أكبر متحف في العراق بعد المتحف الوطني في العاصمة بغداد، ومساحتها الإجمالية 6000 متر مربع. تعود فكرة تأسيس المتحف إلى عام 1959، وتم افتتاحه في عام 1961 من قبل أول مدير له الراحل رفيق فتح الله. والبناية الأولى للمتحف كان داخل منزل صغير في حي عقاري حوت قاعتين وضمت مجموعة من القطع الأثرية. وتم البدء ببناء المتحف الحالي في عام 1975، وتم افتتاحه في عام 1980. اليوم يتكون المتحف من 3 قاعات عرض أساسية كبيرة مع عدة قاعات ثانوية، ويضم العديد من القطع الأثرية من العصر الحجري القديم وحتى العصر الإسلامي الحديث، معروضين بتسلسل تاريخي ممتاز. ونبدأ من العصور الحجرية الذي يمتد من 245 ألف إلى 3100 عام قبل الميلاد، وهنا عظام بشرية تبين لنا الأمراض ومسببات الوفاة آنذاك. بعد انتهاء 2500 عام من البرد الجاف، تنامى الاستيطان البشري في مناطق زاكروز منذ 9700 عام قبل الميلاد، لذا نرى تطورا في صناعة الآلات والمواد الضرورية للمستوطنات، كونهم توجهوا إلى الزراعة وتدشين الحيوانات. صناعة الفخار كانت بمنتهى الدقة في تلك الأزمنة الأولى للبشرية، والنحت والزخرفة والاهتمام بالاستاتيكا في ميزوبوتاميا من العجائب التي اتقنوها، وهذا ما نشاهده الآن من العصور الحجرية المختلفة. استخدم الفخار أيضا كقبورا، كهذا القبر الذي يحوي هيكلا عظميا لامرأة يعود تاريخها إلى الألفية الأولى قبل الميلاد. وهنا خارطة تبين أهمية مناطق زاكروز الوسطى كعقدة مواصلات رئيسية للتجارة والتبادل في العصر الحجري الحديث، وبهذا يتبين لنا أهمية المنطقة من الناحية الأثرية. من أهم أقسام القاعات قاعة قصص الكتابة والتدوين، والتي تعرض الكتابات الأولى لتطور البشرية من خلال الألواح والقطع الأثرية منذ عصور قبل الميلاد وما بعدهم. هذا هو اللوح الخامس من الألواح الطينية لملحمة قلقامش العظيمة، وهي من أهم القطع الأثرية في المتحف، وتعود للألفية الثالثة قبل الميلاد. وتحوي أيضا أختاما وتعهدات تجارية تم العثور عليها في مناطق مختلفة من كردستان والعراق.
هذه الأقراط كانت من أجمل الحلي الذهبية المعروضة في المتحف. تمثال المصلي السومري والذي يعود تاريخه إلى 5000 عام قبل الميلاد. وهذه مجموعة من المسكوكات الذي يعود تاريخهم إلى أزمنة وعصور مختلفة كجزء من تاريخ التدوين. نسخة مقلدة من مسلة حمورابي والتي تعد من أقدم محاولات سن القوانين في العالم، وهي تعود إلى الألف الثاني قبل الميلاد. إحدى القبور الفخارية السومرية وتم عثور عليها في كردستان. من أهم المعروضات الأخرى هو نصب بيكولي الذي يعود إلى الملك الساساني النرسي الذي حكم من 302 إلى 293 قبل الميلاد، وهو عبارة عن برج بناه بعد انتصاره في معركة على ابن أخيه، وتم العثور عليه وتوثيقه في جبل قرداغ من قبل المبعوث الدبلوماسي البريطاني في العراق آنذاك جيمس فريزر في الخمسينات من القرن التاسع عشر. واليوم يعمل فريق خاص من إقليم كردستان بالتعاون مع جامعة سابينزا الإيطالية على فك رموزه وإعادة رسمه وتحديد أهميته التاريخية. وهذه مجموعة أخرى من أحجار برج بيكولي للملك نارسي الساساني. القاعة الأخيرة والكبرى للمتحف نستعرض جزءا من مجموعة آثارها القيمة، مثل هذه المبخرة الفخارية التي تعود إلى العصر الخوري في الألف الثاني قبل الميلاد، عثر عليها في تل باسموسيان في قضاء دوكان، كانت تستخدم للتبخير بجانب طقوس تقديم الأضحية. وهذا دودو الكاتب السومري الشهير. ويجب أن ننوه هنا بضرورة عدم لمس القطع الأثرية حفاظا على سلامتهم. وصلنا إلى فترة الحضارة الحضارية أو الهيلينستية، وهذا النسر هو شعار مدينة هثرة الحضارية في القرن الأول بعد الميلاد. نشاهد أيضا مجموعة من التماثيل لهرقل رمز القوة لدى الإمبراطورية الرومانية والذي تأثرت بها الحضارة الحضارية كجزء من الحضارات الهيلينستية. وهذا هو تمثال الراهب بانو عبدو من الحضر. كانت توضع هذه التماثيل داخل المعابد الحضارية. قطع أثرية أخرى لأجزاء وأدوات من المعابد وتماثيل ملك وملكات تلك الحضارة. أدوات استخدمت للصيد تعود لفترات مختلفة. سيفان وسترة حديدية من الفترة الإسلامية الحديثة، وهي من آثار الإسلامية في المتحف. في نهاية القاعة أضيف حديثا عدد من الأبواب الخشبية التراثية من فترة الاحتلال العثماني، وهي تعود لبيوت شخصيات كردية معروفة، كهذه البوابة التي تعود لبيت عثمان باشا أول قائم مقام لمدينة حلبشة في أوائل القرن التاسع عشر. وهذه الأخرى أيضا تعود لنفس الفترة لمنزل عزت بق الشخصية السياسية الكردية. أحبتي، انتهت قاعات العرض الأساسية في المتحف. نتوجه الآن نستعرض لكم المحطة الأخيرة في المتحف، وهي قاعة الطفل المحفزة للأطفال ليسلكوا خطى الآثاريين ويتعرفوا على آثار ميزوبوتاميا بشكل مبسط ومرح. المكان يحتوي على رسوم جدارية تستعرض للطفل الحضارات الأولى والتجمعات البشرية في ميزوبوتاميا وأشكال عيشهم وأزيائهم وبنى قراهم. وتتوسط القاعة حوض رملي ممزوج بنشارة الخشب مع أدوات التنقيب الأثرية، يستطيع من خلالها الطفل ممارسة التنقيب والعثور على العظام والأدوات المدفونة. الرسومات الجدارية تستعرض أيضا الطبقات الأرضية والتكتونية والبعض من أنواع الآثار التي يتم العثور عليها بالعادة في تلك الطبقات. في القسم الآخر من القاعة توجد وسائل وكراسات ونماذج مقلدة من الآثار توسع مدارك الأطفال وأفكارهم عن علم الآثار وطرق الاستدلال والتنقيب الآثاري.
نتقدم بالشكر والامتنان للأستاذ هاشم حما عبد الله مدير المتحف وعدد من الموظفات على تعاونهم وإتاحة الفرصة لقناة أورينت 360 لتصوير المتحف. أكدت ملحمة قلقامش بأن الموت هو مصيرنا الحتمي، لكن الشيء الوحيد الذي لا يموت هو العمل العقلاني، وهذا ما تجلى من هذه الآثار العظيمة لهذا المتحف الرائع. نرجو أن نوفقنا في إثراء خزينة معرفتكم وإمتاعكم أيضا. ادعمونا بالاشتراك في القناة ومشاركة المقطع. كل المودة ودمتم سالمين.